بينضم لأكاديمية السحر عشان ضعيف، بس بنكتشف إنه مش مقدر قوته الحقيقية. بيبدأ مسلسلنا في أكاديمية كبيرة للسحر بيطلعوا عليها اسم رغاردين، واللي بيبقى من شروطها إن أي حد ينضم ليها لازم يبقى عنده قوة خاصة، وعشان يحددوا حجم قوة كل شخص بيعملوا اختبار لأي طالب بيتقدم. بس الكلام ده كله على الطلبة اللي عندهم قدرات خاصة. طب لو واحد ما كانش عنده أي قدرة خاصة ساعتها مش هيقدر ينضم للأكاديمية. ده بقى هنعرفه احنا بنتعرف على ويل بقى شاب على قده خالص وما عندوش أي قدرة خاصة تساعده ولا حتى يعرف أي حاجة عن السحر، وعاوز يتعلم حاجة تانية خالص. لولا إن القدر رماه الأكاديمية دي وخلاه ينضم لها بالصدفة، المفروض بقى إن ويل يبقى عارف حتى أسامي المواد اللي عنده. أبدا، ده حتى ما يعرفش يعني إيه سحر أصلا. كل اللي عارفه إنهم بيتعلموا السحر، بس إزاي وإمتى وفين ما يعرفش. المهم ويل كان طيب جدا ومش زي باقي البشر، حاجة كده من النوع اللي راكن على طول في جنب لوحده، ما بيحبش يتعامل مع البشر من خوفه منهم. مش خوف بمعنى خوف يعني، هو حابب يكون في حاله. المهم في أول يوم دراسة كان عنده حصة عند الأستاذ إدوارد اللي ما بيعتبرش ويل أصلا طالب في الأكاديمية، ودايما بيتريق عليه وبيهينه قدام الطلبة، ومش عارفين هو بيكرهه كده ليه، بس تقريبا عشان ما عندوش اي قدرات خاصه. وتعالوا بينا بقى نشوف بيتعامل معاه ازاي. اول ما بيدخل الفصل كان بيشرح حاجه في التركيبات السحريه، ووين ما كانش مركز خالص وقاعد في حاله زي اي مدرس ريزت زمان كده. وطبعا وين ما كانش فاهم حاجه ولا حتى عارف هو بيشرح في انهي صفحه، فما عرفش يرد عليه. فادوارد بيتقل الموضوع ويصعبه عليه اكتر، وبيطلب منه يعمل تركيبه سحريه بس من غير ما حد ياخد باله. بنلاحظ ان ادوارد مسلط عليه العصايه السحريه بتاعته على التركيب، ومجرد ما ويل يقرب منها خلاها تولع نار وقلبت حرقه في المكان. وطبعا ادوارد بيستغل الفرصه وبيفضل يزعق فيه ويهينه قدام زمايله، وحاجه اخر مسخره الصراحه. وبيقول له لما كنتش عارف تتعامل بالعصايه السحريه يا ابني تعالى نعلمك، وبيقوم واخده كده على مشنه وموري له هو بيستخدمها ازاي. بس برضه ويل ما كانش فاهم حاجه، واصلا ما فيش تعليم بالطريقه دي. لكن قبل ما ادوارد يبدا يعلمه بيدخل في النص طالب تاني اسمه شيو، وبيولع التركيبه السحريه بالعصايه بتاعته. لكن ادوارد بيزعله وبيقول له ما يستعرضش قوته قدام زمايله، ولما يبقى يطلب منه يتدخل. فشيون الخبيث ده بيقول له انا بس كنت حابب اساعد زمايلي مش اكتر، لما لقيته مش عارف يعمل حاجه قلت ما اسهلها عليه. وهنا بقى ادوارد بيغير الموضوع خالص وبيديلهم عظه وعبره عن الاكاديميه، وبيحكي له عن ابطال الاكاديميه بتاعتهم في السحر، وان اي حد عاوز يكسب احترامه لنفسه واحترامه كل اللي حواليه لازم يتعلم السحر لانه مصدر القوه الابديه واللي من غيرها هم مش هيعرفوا يعيشوا. وبيقوم رامي كلمتين زي السم كده في النص زي ما بيكون بيلقح على ويل، وبيقول ان الفاشلين اللي ما بيعرفوش يستخدموا السحر ما ينفعوش يبقوا في وسطهم. وطبعا ويل فاهم ان الكلام عليه، فبيخرج من الحصه زعلان وبيقف في الطرقه مش عارف يعمل اكتر من اللي بيعمله. وقتها شيون كان واقف مع الشله بتاعته، فلما بيشوف ويل واقف لوحده بيروح يكمل تريقه عليه، وبيبان قد ايه انه ما بيحبوش هو كمان. ووقت ما كان واقف يتريق عليه بتظهر بنت تانية اسمها كولاي اللي بتبقى جايه متعصبه قوي عشان ويل وبتدافع عنه قصاد شيون. وشيون بقى بيقوم رازعها كلمتين زي السم اللي هو ازاي بنت شاطره زيك تدافع عن طرف فاشل زي ويل. لكن بنتنا كانت بتعرف ترد كويس قوي وقامت حرجاه قدام الكل ومعرفه انه محترم عنه وكفايه انه ما بيعملش التصرفات دي. والحاج ويل بقى واقف في النص ومتنح حرفيا لانه مش مصدق ان واحده زي كولايت تدافع عنه بالحماس ده كله. اما شيون بقى فبيخاف من كولايت لما بيلاقيها واثقه من نفسها وبيسيبها ويهرب من قدامها، وتقريبا كده جه في وقت غلط. بس هو ماشي بيقوم خابط ويل جملتين زي السم اللي هو انت عمرك ما هتبقى زي ماجينا فيندر ابدا، وتعالى اعرفك يعني ايه ماجينا فيندر. ده مصطلح بيقولوه على اقوى السحرة في الاكاديميه واللي مش بالسهل ابدا حد يقدر يوصل لهم. المهم بنرجع تاني لكولايت وويل وهم لسه واقفين مع بعض، وكولايت عماله تقول له كلام تشجع فيه هو ولا فاهم حاجه وهي بتعمل كده ليه، وبتطلب منه ينسى كلام شيون وادوارد معاه وما يفكرش فيه كتير عشان ما يتعبش. لكن ويل من طيبته بيقول لها انه ما يعرفش يتعامل بالسحر ولا يعرف عنه حاجه ولا حتى اتعلم ازاي يعمل تركيبه سحريه قبل كده، فطبيعي يسمع كلام زي ده كتير. وبيقوم ملطف الجو ما بينه وما بين كولايت وقايل لها انه مستغرب ان بنت حلوه زيها بتدافع عنه بالحماس ده، فبتتحرك كولايت من كلامه وبتقول له ازاي يقول لها حاجه زي دي. فبيعرفها انه من صغره هو متعود يقول كلام حلو للبنات. ما بتعرفش كولايت تسيطر على اعصابها وبتزعق له لان احرجها بالكلام ده. اما هو فبيقف يبص للسما، ولما بتساله بيبص على ايه بيعرفها ان السما شكلها حلو قوي النهارده. وهنا بقى كولايت بتبص معاه على السما وبنشوف شعاع ابيض عملاق واصل لحد فوق، وبتبدا كولايت تتكلم عن الميجا فيندر اللي هم اقوى السحرة يعني، وبسببهم شافوا النور من تاني بعد ما شالوا السما على ايديهم بالسحر. وهنا بنرجع فلاش باك سنين كتير عشان نعرف قصه الميجا فيندر دول اللي بنكتشف ان زمان كان في وحش عملاق مسيطر على الارض وكان مخليهم عايشين في ظلام دايما لحد ما قرر 5 سحرة انهم يتحدوا ويقفوا قدام الوحش ده وقتلوه. فساعتها النور رجع تاني للارض، ومن يومها هم محافظين على النور ده، وكل كام سنه بيطلع سحرة اقوياء تانيين عشان يكملوا المسيره وبيتسموا ميجا فيندر برضه. وبسبب الاسم ده بقى كل الناس بيحلموا انهم يبقوا ميجا فيندر، فاتجهوا لتعليم السحر عشان يبقوا اقوياء زيهم ويطلعوا للسما معاهم. وبنرجع من تاني للحاضر وبنشوف كولايت وهي بتسال ويل لو كانت عصايه عذراء الجليده السحريه فينا لسه بتحرسهم لحد النهارده، فبيعرفها ويل انها عايشه لحد دلوقتي وزمانها قاعده في البلكونه دلوقتي تبص عليهم. وهنا بتاخدنا صوره العذراء الجليد فينا وهي قاعده فوق السما زي ما بيقولوا القصر السماوي عشان تحمي الارض من خطر الوحوش. وساعتها بيبدا ويل يفتكر شويه حاجات عن ماضيه، وبنشوف هو لسه صغير ومعاه بنت اسمها إليفاريا اللي كانوا بيحبوا بعض جدا، وفي يوم وعدوا بعض انهم يبقوا ميجا فيندر ويطلعوا للسما سوا. بس إليفاريا كانت شاطره جدا اشطر منه كمان وقدرت تتعلم
اتعلم بسرعه وطلعت للسما، ومن يومها ويل بيحاول يتعلم السحر عشان ينفذ وعده لها ويطلع لها. بنرجع تاني بقى للحاضر، وبنشوف ويل وهو قاعد مع الاستاذ نور. نور كان عمال يزعق مع ويل عشان درجاته قليله جدا في الدراسه، وبيعرفه انه بالشكل ده هيسقط ولازم يجمع نقط عشان يقدر يتخرج من الاكاديميه، لانه لحد دلوقتي مجمعش غير نقطتين اتنين بس قبل ما قتل حارس من الوحوش، ولو فضل على الوضع ده مش هيتخرج خالص. وبيساله لو كان لسه مصمم يبقى ماجينا فندر، فطبعا ويل مش قادر يشيل الموضوع ده من دماغه، فبيعرفه نور انه لازم يدرس كتير ويجمع نقط اكتر عشان يقدر يتاهل للمؤسسه العليا، يتخرج من الاكاديميه يعني، وبعدها يبقى ياخد لقب الميجا فندر ويطلع للسما زي ما هو عاوز. بس مش هيقدر يعمل كده غير لما يجمع نقط كتير، والنقط دي بتيجي عن طريق حاجات كتيره، منها الدراسه والكتابه والتطبيق العملي. وبيعرفوا انه يحتاج له نقط كتير جدا عشان يعوض اللي خسره وكمان يلحق زمايله. فبيفكر ويل انه دايما بيحاول يجمع النقط عن طريق التطبيق العملي، يقتل وحوش يعني، لكن نور بيعرفه انه مش هيقدر يجمع نقط كتير من التطبيق العملي، وانه لازم يوازن النقط بتاعته بالدراسه والكتابه كمان. وبعدها بيهب فيه وبيقول له انه لازم يجمع 4 نقاط خلال الاسبوع ده، لانه مجمعش غير نقطتين بس. لكن ويل بيتصدم لانه ما عادش على نهايه الاسبوع غير يومين اتنين، وباقصى سرعه عنده بيطلع الكتاب بتاعه عشان يدور على وحش يعوضه بالنقطه دي. وبيفضل يدور لحد ما نور بيعمل نفسه بيفكر وبيقول بصوت عالي اسم وحش موجود في الزنزانه السادسه. فبيفرح ويل اول ما بيسمع اسم وحش وبيجري على نور يحضنه ويشكره انه ساعد. في الوقت ده بنكتشف ان شيون كان واقف عشان يستنط عليهم وسمع كل كلامهم سوا، عشان كده بيفكر انه يروح يقتل الوحش قبل ما ويل يوصل له، وساعتها يفضل فاشل ويترفد من الاكاديميه. بننتقل بعدها للزنزانه اللي بيسموها ديماس، وخاصه في الطابق السادس. كان ويل بيتمشى فيها بيدور على الوحش، وهو بيكلم نفسه وخايف من مواجهه الوحش لو شافه، بس للاسف ما قداموش حل غير، لانه الوحيد لو قتله هياخد نقط كتير عليه، وساعتها يعدي من موضوع اختبار الاسبوع ده. لكن بيبان على كيكي الحيوان القريب بتاعه انه مش مبسوط، وكيكي ده بقى حكايته حكايه، ده عباره عن حيوان مستدعي من الجحيم، وكل ساحر يبقى معاه حيوان زيه كده. فاكرين فيلم هاري بوتر والحيوانات اللي كانت بتساعدهم؟ ده برضه نفس الفكره. المهم بيطمنوا ويل انه مش هيحصل له حاجه لو بعدوا عن نفخ النار بتاعه الوحش، وبيطلع كيكي اصلا اتاذى قبل كده بسبب الموضوع ده، عشان كده خايف يتبهدل مره تانية. بننتقل وقتها لشيون وهو جايب 2 صحابه اللي بيطبلوا له دايما، وبيتمشى في الدماس يدور على الوحش، وهو بيكلم نفسه بيقول انه مش محتاجين واحد فاشل زي ويل عندهم في الاكاديميه، وانه لازم يلاقي الوحش بسرعه ويقتله قبل ما ويل يوصل له. لحد ما واحد من زمايله دول بيساله سؤال مهم قوي، وهي انهم هيقدروا على الوحش ده فعلا ولا ايه. فبيتعصب شيون وبيقول له انت ما تعرفش انا مين وابن مين ولا ايه؟ فوق يابا احنا عائلتنا يجي 1000 سنه ورا، تقريبا حفيد توت عنخ امون. المهم الواد بيخاف يا عيني وبيكتم الدمعه بتاعته وبيسكت احسن، حتى زمايله بيخاف عليه من شيون وبيقول له انه ما يقصدش، عيل وعرف غلطته خلاص. فبيكمل شيون ماشي وهو عمال يتكلم على ويل اللي مش عارف هو شغله قوي كده ليه. لكن فجاه لما بيداير ظهره ما بيلاقيش زمايله معاه، وبيطلعوا هربوا اول ما شافوا الوحش، اللي اول ما شيون بيشوفه هو كمان بيعملها على روحه وبيقع على الارض. الوحش بيبقى ضخم قوي، وده بيخلي شيون بيصرخ باعلى صوت لدرجه ان ويل لما كان قاعد يستريح شويه بيسمعه، فبيطلع يجري ويشوف في ايه. ولما بيوصل بيلاقي شيون نايم في الارض وماسك العصايه السحريه بتاعته، قال ايه عاوز يقتل الوحش، لكن ولا ضربه من بتوعه بتعمل حاجه في الوحش. وساعتها ويل بيبدا يكلم نفسه وعاوز يتدخل يساعد شيون، بس مش ناسي كلامه وطريقته عليه، وعلشان كده بيبقى متردد يدخل يساعده ولا لا، لحد ما بيفتكر كلامه مع اليف لما كانت بتقول له انه شخص طيب ومجتهد والكلام ده. فبيقرر انه يدخل يدافع عن شيون عشان يفضل بالنسبه لها كده. وكانت يومها ادت له نضاره كبيره يشوف بها الوحوش، فبيطلعها ويلبسها ويدخل يهجم على الوحش، وبيطلع سيفه بيصد الضربات بتاعه الوحش. في نفس الوقت بنرجع الاكاديميه من تاني، وبنشوف ادوارد وهو راح يتكلم مع نور وبيبقى متضايق جدا. فلما نور بيساله بيقول له ادوارد ان شيون واصحابه دخلوا الزنزانه عشان يقتلوا الوحش وخايف عليهم جدا. فلما بيسالوا نور هم في انهي طابق بيقول له السادس. وقتها نور بيطمنه وبيقول له ان ويل معاه وما يقلقش بقى، وبيشاور له البلوره بتاعته عشان يشوف كل اللي بيحصل في الزنزان عن طريق البلوره اللي في راس كيك. فبيقعدوا يتفرجوا على ويل وشجاعته وهو بيحارب الوحوش. وهنا بنرجع تاني لويل عشان نكمل الخناق، وبنشوف هو ماسك الوحش ونازل فيه ضرب، وكل ده من غير ما يستخدم السحر خالص. حتى الوحش بيطلع السلاح بتاعه السحري وبيسلط شعاع ليزر ناحيته، ويل بيصده بالسيف بتاعه، ومره واحده بيهجم عليه يقطع له دراعه. وما بينه وما بين نور وهو بيتكلم عنه، نور بيقعد يشكر في قوه ويل وبيقول له انه اعظم محارب جير اكاديميه، حتى لو ما كانش ساحر فهو مقاتل قوي. وبنروح لويل وهو بيضرب الوحش ضربه قويه بتخليه ينقسم نصين، كل ده قدام شيون اللي مستغرب قوه ويل دي. وبعد ما ويل ما بيخلص بيروح يطمن شيون ان بقى في امان، لكن بنلاحظ ان شيون اصلا من كتر عصبيته بيعدي على شفايفه لحد ما جاب الدم. حتى الاستاذ ادوارد نفسه ما بيبقاش مستحمل كل ده، وبيستغرب ازاي افشل طالب عنده في الفصل بيبقى قوي للدرجه دي. وتاني يوم بيروح ويل يقابل الاستاذ نور عشان يديله النقط اللي جمعها بعد ما قتل الوحش، وبيطلع كسب 10 نقط مره واحده بسبب الوحش ده. فبيفرح ويل انه عوض نقاط الاسبوع بحاله. وهنا بنسمع واحد بيتكلم عنه وبيقول انه الوحيد اللي يعمل حاجات محدش تاني عملها وهيشقلب كل موازين المدرسه. في الوقت ده بقى بنرجع فلاش باك للماضي اول ما ويل كان متقدم للاكاديميه. وقتها المديره كالدارون اختبرته بنفسها عشان نشوف هو يستاهل ينضم الاكاديميه ولا لا. فمسك ويل السيف يومها ونزل يقاتل قدامها، فانبهرت من قوته. وكان كل ده قدام نور اللي مش مصدق عينه، وبرغم ان ويل يومها ما استخدمش السحر في اي حاجه
الا ان كالدرون كان متنبأ له مستقبل كبير، ووافقت انه يدخل الاكاديميه عشان كانت شايفاه في المستقبل. ولما بيخرج ويل ونور من المكتب بتتكلم كالدرون مع نفسها وبتقول ان طول عمرهم عارفين العصيان اللي بتستخدم في السحر، بس يا ترى لما السيف يتحول لعصايه سحر هيبقى عامل ازاي؟ وطبعا تقصد ويل وسيفه اللي بيستخدمه دايما. بنرجع تاني للحاضر وبنشوف ويل وهو في محاضره الاستاذ نور اللي بيشرح لكل الطلبه ازاي يقدروا يبقوا ماجينا فندر ويطلعوا للسما، وده عن طريقتين: يا اما يخترعوا نوع سحر جديد، يا اما يجمعوا 7200 نقطه. طبعا كلهم هيختاروا موضوع ال 7000 نقطه دول لانهم ما يعرفوش يعني ايه يخترعوا سحر جديد، هم اخرهم يتعلموا اللي في الكتب ويطبقوه. وعشان كده بيقرر نور انه يديلهم محاضرات بشكل مكثف عشان يلحقوا يتعلموا ويجمعوا النقط قبل نهايه السنه. بعد المحاضره بنشوف ويل وهو ماشي مع كولاي بيتكلموا عن الاستاذ نور وشروطه، وقاعدين يشكروا في انه بيحاول يساعدهم برغم انه مش مطلوب منه يعمل كده لان الاساتذه التانيين ما بيعملوش معاهم نفس الحوار. بس فجاه هم ماشيين في الطرقه بيشوفوا طلبه كتير متجمعين حوالين شيون اللي بيقولوا عليه ان هو اللي قتل الوحش ديماس وانه قد ايه قوي، وعمالين يمجدوا فيه. وطبعا شيون مش راضي يكذب الكلام ده لانه فرحان ان طلعت عليه سمعه حلوه زي دي، واصحابه عمالين يطبلوا له كمان ومفيش اي حد قادر يسكتهم لحد ما بيظهر ويل قدامهم فجاه، فبيجري شيون عليه ويمسكه من رقبته وكانه شاف شيطان قدامه، وبيبان انه قد ايه غيران منه وبيكرهه برغم انه انقذه من الموت. شيون كان عاوز يضربه لان كليه اتدخلت وحشت عنه، فمشي شيون متعصب وما قدرش يعمل حاجه. اما كليه فبتساله لو كانت حاجه حصلت ما بينهم، لكن ويل ما بيرضاش يحكي لها حاجه. في نفس الوقت بقى بنشوف ادواردو واقف قدام المدير بيطلب منها ترفض ويل بسبب درجاته الوحشه، وبيعرفها انه فاشل ومش نافع معاهم في الاكاديميه. لكن كالدرون بتبقى مستغربه من كلامه ده، وخاصه ان ويل في السنه السادسه يعني اخر سنه في الاكاديميه وقرب قوي يتخرج، وبتقول له ان طالما وصل للمرحله دي يبقى اكيد شاطر وذكي. لكن ادوارد بيقول عليه كلام كتير وحش وانه وصل للمرحله دي من غير ما يتعلم اي حاجه في السحر، وده بيضر باسم الاكاديميه بتاعتهم. لكن كالدرون بتدافع عن ويل وبتقول لهم انهم محتاجين ناس زي كده لانهم اكيد مش هيخرجوا سحرة بس، اكيد هيحتاجوا محاربين عشان يطوروا ويبقوا ماجينا فندر، ومن واجبهم انهم يخرجوا ناس زي ويل يمكن يكون في يوم من الايام هو الامل بتاعهم. لكن ادوارد بيبقى مصمم على رايه ومش عاوز يكمل في الاكاديميه، ومش عارفين ايه سبب كرهه الشديد ده ليه. عشان كده كالدرون بتقول له يختبره طالما هو مش مقتنع بيه، يعمل له اختبار باي طريقه يحبها، ولو نجح فيها يكمل في الاكاديميه وما يفتحش الموضوع تاني معاها، انما لو فشل هترفضه على طول من هنا. فبيسالها لو كانت بتتكلم بجد فعلا لانه مش هيعمل زي نور ولا هيتساهل معاه. لكن كالدرون بتقول له ان قد كلامها وهتسيب له الموضوع ده بالذات عشان يتاكد منها، وبرغم انها بتتكلم بالطريقه دي عارفه ان ادوارد مش هيتساهل مع ويل، الا انها كان عندها ثقه كبيره جدا في ويل وحاسه انه هيفوز على المدرس بتاعه. بنرجع تاني لويل اللي بيلم كتبه كلها وبيروح يذاكر مع كوليت على اخره يمكن يقدر يجمع معلومات على قد ما يقدر، فبتشكر كوليت على طريقته وبتقول له يرحم نفسه شويه، لكن بيعرفها انه من الاقزام والاقزام عمرهم ما اتساهلوا في اي معركه ولازم يفوز في معركته عشان يحقق حلمه وما يسيبش اي نقطه تروح منه بالسهل. بس هو بيتكلم كوليت بتاخد بالها ان عنده شعر ابيض وبتطلب منه تشيلها له لكن بيرفض، فهي بتبقى مجنونه وعايزه تشيلها له غصب عنه لحد ما بيدخل ادوارد عليهم وبيطلب من ويل يروح معاه قاعده التعويض، وبيعرفه باللي دار ما بينه وما بين المدير وان هيعمل له اختبار لازم يفوز فيه لو حابب يكمل في الاكاديميه دي. فبيتصدم ويل لما بيعرف الكلام ده، وساعتها ادوارد بيقول له ان هيسمح له يوجه له ضربه واحده بس، لكن طول الوقت ده هيفضل يهجم عليه، ولو فشل انه يوصل ضربه واحده بس يبقى معناه انه هيترفد من الاكاديميه. فبيقف ويل مصدوم من كلامه ومش عارف هيفوز على معلمه ازاي. بيبدا ادوارد يجمع التعويذ بتاعته عشان يهجم على ويل. في نفس الوقت كان الكالدرون جايبه نور عشان تحكي له على اللي حصل، وبتعرفه ان ادوارد هيختبر ويل بطريقته عشان يشوفوا مين فيهم اللي هيفوز. وكمان بتفتح حاجه شبه التلفزيون بس مش تلفزيون بمعنى الكلمه، هي بالونه سحريه عشان يتفرجوا على المعركه اللي بين ويل وادوارد. لكن نور كان خايف على ويل قوي لانه عارف ان ادوارد بيكرهه قد ايه، وعارف برضه انه مش هيتساهل معاه كده يخليه يخسر. بس برضه كالدرون كانت واثقه في ويل بزياده شويه وعشان تشوف هو هيبقى قد الميجا فندر ولا لا. بنرجع تاني بقى لويل وادوارد وهما بيتخانقوا، وادوارد نازل ضرب في ويل على اخره، ولما ويل بيحاول يهجم عليه بيلاقيه محصن نفسه بتعويذ سحريه كديره بس بتبقى قويه جدا، وده معناه انه مش هيعرف يوصل. فبيقعد ويل يحل كل انظمه ادوارد الهجوميه والدفاعيه عشان يعرف هي ايه نقطه ضعف، وبرغم انه مستخدم تعويذ بسيطه الا انه بيكون مطورها ومخليها اقوى من الاول. في اللحظه دي بقى ويل بيحس ان في حاجه غلط في التعويذ دي وبيفكر انه يستخدمها ضد. في الوقت اللي عمال يحلل فيه التعويذ بيلاقي ادوارد مجهز تعويذه عشان يضربوا عليه، بس بتبقى عباره عن مجموعه ضربات هتطلع عليه ورا بعض يعني هتقضي عليه كده كده. ولما بيحاول ويل انه يهرب منها ما بيلحقش لان ادوارد بيبعتهم في ظهره فبيخليه يقع على الارض مش قادر يتحرك. فبيحس ويل ان النهايه قربت خلاص، ودلوقتي ما عادش قدامه غير انه يثبت لنفسه قوته، وده لو عاوز يفضل في الاكاديميه ويتخرج يبقى ميجا فندر. وبيتمنى لو كان معاه سيفو دلوقتي. في نفس اللحظه بنشوف كوليت وهي واقفه في المكتبه بتفكر في ويل وخايفه يكون ادوارد عمل في حاجه وحشه لان عارفه انه بيكرهه، لحد ما بتلاقي كيكي داخله عليها وبتشاور لها على المكتبه، فبتحس انها عاوزه تقول لها حاجه وبتسمع كلامها وتفتح الدولاب بتاع ويل. بنرجع تاني لويل وادوارد نزل عليه تريق بعد ما خلاص اطمن انه يخسر قدامه وهيحقق حلمه خلاص ويخليه يسيب الاكاديميه، وبيتريق على قبيله الاقزام وبيقول له انه مهما حاولوا مش هيقدروا يسيبوا ساحر، وبيطلب منه يتخلى عن احلامه وطموحاته. لكن ويل بيتحداه وبيتشجع اخيرا ويقوم يزقه بعيد عنه، وهو بيقول له ان لازم يوفوا ببعض. ويقابل
وبيقابل اللي بيحبها، فبيقف ادوارد مصدوم من رد فعله لحد ما بتظهر كولايت هي كمان وبترمي سيف ويل ليه، فبيمسكه بيقف قدام ادوارد اللي بيستقل بقوته وبيقول انه مش مجرد سيف عادي، لكن السيف ده بقى بيعمل معجزات وبيصد ضرباته القويه وكانها مش موجوده، وبيجري مره واحده ناحيته. هو بيفتكر قصص قديمه عن الاقزام وان في واحد فيهم قرر يواجه ساحر وقدر يوصل له ويجرحه يومها، ومن ساعتها والسحره بيعترفوا بقوه الاجزاء. وبنرجع تاني للحضر وبنشوف ويل وهو بينط في السماء وبينزل فوق ادوارد يكسر التعويذ بتاعه الحاجز اللي عمله، وكمان بيوجه له ضربه يجرحه في وشه، فبيتصدم ادوارد من اللي حصل وبيعترف بقوه ويل وبيديله 5 نقاط كمان مكافاه عشان قدر يوصل له ضربه. ولما بيمشي ويسيبه بنشوف كوليت وهي بتجري على ويل وهي فرحانه عشان فاز على معلمه، لكن كان تعبان قوي من اللي حصل. في اللحظه دي بننتقل للمديره ونور وهما بيتكلموا عن قوه ويل اللي بنكتشف انه استخبى هجم على ادوارد من نقطه عنه وهو مش شايفها ولا مأمنها كويس، عشان كده قدر يفوز عليه، وبيقولوا عليه انه مقدم وشجاع على الخط حتى لو كان هيكلفه حياته، وبيشكروا في قوته انه هيبقى حاجه كبيره في المستقبل. وفي الوقت بنرجع فلاش باك لما كان ويل لسه صغير، وخاصه في يوم وداع اليف لانها كانت طالعه على البرج خلاص بعد ما اترقى، فهو كان متاثر عشان هتمشي وتسيبه وعدها انه يعمل اي حاجه عشان يروح لها. وبنشوفه هو راح يتكلم مع الاستاذ نور وبيوعده هو كمان ان عمره ما هيعيط كده تاني حتى لو ايه حصل، وده كان قبل ما يدخل الاكاديميه. بنرجع من تاني للحاضر وبنشوف ويل وهو بيجري في الشوارع زي المجنون عشان يوزع دعايه الاكاديميه، وده بسبب ان اليفا طلبت منهم مكونات تعويذه جديده، والمكونات دي مش موجوده غير في وحش معين، واللي هيوصل للمكونات دي اول واحد هترقيه وتخليه يبقى ماجينا فين. عشان كده ويل بيفرح وبيرجع بسرعه على اوضته يلم حاجته ويروح على الاكاديميه وينزل للزنزانه عشان يقتل الوحش ويجيب المكونات قبل ما حد تاني يوصل لها قبله، لكن الكل بيبقى شايفه اتجنن. ولما بيوصل ويل للزنزانه بيلاقي طلبه كتير هناك بيحاولوا يقتلوا وحوش عشان يجيبوا المكونات، وده كله بسبب طلب اليف. ولسه بينوي انه ينزل معاهم لارض المعركه بيشوفوا شين وهو بيحارب على اخره لانه مش عاوز ويل يوصل للمكونات قبله، فبيفكر انه يدخل جوه الجبل شويه يمكن يلاقي الوحش اسرع، لكن اول ما بيوصل بيلاقي مجموعه وحوش بيهجموا على بنت، فبيدخل يدافع عنها وبيقتلهم بضربه واحده. فبتنبهر البنت باللي عمله خاصه انه ما استخدمش السحر خالص، وبيتعرفوا على بعض وبنعرف ان اسمها قريب. بنرجع من تاني الاكاديميه وهناك بنشوف الاستاذ نور وهو بيدي حصه، وكولايب بتبقى مركزه معاه قوي لانه بيقول معلومات كتير. اما ويل فكان ماشي مع قرايس في الجبل وعمالين يتكلموا عن وحش الثقيل اللي لحد دلوقتي ما حدش قادر يوصل له، فبتعرفوا قرايس انها مش عاوزه تساعد الماجينا فين، وطبعا تقصد هو، فبيستغرب انها بتنادي بكده. ولما بسالها بتقول له ان ده حلم وهي عاوزه تساعده عشان يحققه، فبيفتكر ويل قصه قديمه عن الماجينا فندر وبيقول ان العالم اللي عايشين فيه ده كله عباره عن وهم، والسماء الحقيقيه لسه ما حدش قدر يوصل لها، وهو بيفتكر يبقى ماجينا فندر عشان يكتشف العالم الحقيقي. وبنرجع تاني للحاضر وبنشوف قرايس وهي بتحكي له كانت حاسه بايه وهي ماشيه في الجبل، لدرجه انها كانت حاسه انها هتموت، فبتبدا تشوف هلاوي. وساعتها اليفا ظهرت لها واتكلمت معاها، فكانت فرحانه قوي انها شافتها اول مره، وبتعرفوا ان بقيت زمايلهم قتلوا وحوش صقيع كتير قوي وتقريبا مش هيلاقوا وحوش تاني، لكن ويل بيقاطعها وبيقول لها ان وحوش الصقيع ما بتظهرش بالسهوله دي، وان معظمهم بيبقى مستخبي ورا الجليد زي ما في واحد مستخبي دلوقتي وبيراقبهم وهم مش حاسين. فبتستغرب هو ازاي عارف المعلومات دي كلها، بيعرفها انه قرأ كل المعلومات دي قبل كده وكانت حياته كلها في قتل الوحوش، عشان كده كان لازم يجمع معلومات كتير عنهم. ومره واحده وقف وسط مكان واسع فبيلاقي وحش صقيع ضخم بيهجم عليهم من فوق، فبسرعه بيشد ويل قرايس عشان ما تتاذاش وبعدها بيهجم على الوحش، لكن الوحش بيبقى اقوى بكتير منه، بس بيفتكر ويل انه في المرتبه الرابعه يعني مهما عمل مش هيبقى قوي للدرجه دي، وبيجري بسرعه ناحيته وبيحاول يستخدم ذكائه وفعلا بينجح انه يكتفه بعدها ويدمره، فبتخرج المكونات من الوحش تحت رجل ويل. واخيرا وصلت لحاجه مهمه، لكن قرايس كانت واقفه مستغربه من قوته دي ومحتاره تحكيها للكل ازاي، لحد ما بيقطع ويل تفكير وبيسالها يقدروا يرجعوا الاكاديميه مره تانية ازاي. وبعد شويه بنشوف قرايس وهي ماشيه في الطرقه بتكلم نفسها عن ويل وبتقول انه مش سحر ولا بيستخدم السحر، ازاي بيقدر يقضي على الوحوش، لحد ما بتوصل لاوضه كبيره كده اللي بنكتشف ان فيها الماجينا فندر كلهم، وبتدخل تحكي لهم عن ويل وبتعرفهم انه مش بيستخدم السحر لكنه مقاتل موهوب، وبتطلب منهم يحطوه تحت المراقبه عشان يشوفوا هو هينفع ولا لا. فكلهم بيفضلوا يتريقوا عليه لكن ما بيقولوش قرار معين، لحد ما واحد فيهم بيقرر انهم ياجلوا الكلام في الموضوع ده وبيشوفوا ويل هيوصلوا لايه. لما بيختفوا كلهم قرايس بتقف تتكلم مع قليل اللي بنكتشف انها حكت لقرايس كل حاجه عنه، وعشان كده قرايس كانت مركزه معاه وشافته موهوب، فبتطلع إلفي بلوره من معاها وبتقول انها تستناها يجيلها. ولو تفتكر هو ده الوعد اللي كان ما بينهم، وبنلاحظ ان إليفا برضه عايشه على الوعود ومستنياه. بنرجع تاني الاكاديميه وبنشوف الطلاب وهم بيتمرنوا ازاي يقتلوا الوحوش، لكن في وسطهم ويل مش عارف يعمل حاجه، وده لانه ما استخدمش السحر، لحد ما بنشوف طالب اسمه يوليوس اللي بيقدر يهزم الوحوش بضربه واحده بعصايه، عشان كده تلاقي كل زمايله بيحترموه وبيخافوا منه وبيتوقعوا انه هيفوز في المهرجان بتاع السنه دي. فبيسمعهم ويل وهم بيتكلموا وبيفكر يعمل ايه في وسط كل زمايله دول اللي مش هيعرف ياخد اي نقطه وسطهم. بعدين بيروحوا المطعم وهناك بتروح كولايت تقعد معاه، فمبيبقاش لهم سيره غير المهرجان اللي بنعرف ان الاكاديميه بتعمله كل سنتين مره، وده بيتعمل فيه كميه منافسات كتيره في حاجات متنوعه لدرجه ان السحره الاسطوريين بينزلوا ينقوا منهم متدربين جدد، علشان كده المهرجان ده بيبقى حدث كبير في الاكاديميه. فبتتكلم معاه كولايت وبتنصحه انه يفوز على ساحر من السحره الاسطوريين دول عشان حد فيهم يضموا الفريق وياخدوا معاه للبول، لكن ويل بيقول لها انه مش هيشارك السنه دي لان اخر مره شارك فيها تحول المهرجان لكارثه وما قدرش يفوز بولا نقطه، علشان كده يومها اتقال انه اسود مهرجان اتعمل.
عمل. فبتفتكر كولايت الكلام ده، وفعلا ويل يومها ما قدرش يعمل حاجه غير ان الكل بقى يحدفه بالطوب بسبب العرض بتاعه، وده لانه ما بيعرفش يستخدم السحر خالص. فبتاخده كولايت معاها وبيروحوا يفتحوا باب سري عشان تساعده يشارك في المهرجان السنه دي وما يخسرش الفرصه الوحيده اللي ممكن تحقق له حلم. ولما بيفتح الباب بيلاقي سلم طويل عريض ملوش اخر، فبينزلوا فيه، وهناك بيشوف وين مجموعه ناس قاعدين يتكلموا بطريقه غريبه. في الوقت ده بنكتشف ان الناس دول بيحطوا رهانات على الصحراء عشان يكسبوا فلوس كتير، لكن هم واقفين بيشوفوا شيول اللي عارف هو كمان المخبأ السري ده. فبتروح كولايت تزعله عشان يبطل يهين في وي، وبتهدده انه لو عمل كده تقف قدامه وتنتقم منه، وكمان هيفضحوا انه بيحط رهانات على الصحراء لان ده ممنوع على طلاب الاكاديميه. فبيقعد شيون يبرر لهم هو هنا ليه لحد ما بيلوم نفسه انه بيتكلم معاه اصلا وبيسيبهم ويرجع. بنروح احنا بقى الحصه جديده في الاكاديميه، المعلم بيقول فيها معلومات كتير جدا عن السحر. ولما الحصه بتخلص كولايت بتطلب من ويل تروح معاه المهرجان لو كان رايح، لكن بيعرفها انه رايح للحانه يقعد فيه. تندم انها عرفته عن المكان. بالليل بنشوف ويل وماشي في شارع سليفان اللي بيبقى موجود على حدود المدينه، وبيتكلم عن الناس اللي بيخلصوا شغلهم كل يوم ويروحوا لحانه جينا عشان يشربوا ويسكروا. الشارع ده بقى كان مشهور بالاقذار لان اغلب الناس اللي فيه منهم وصوتهم كان دايما عالي وفاتحين نفسهم من كتر الشرب. بنكتشف بقى ان ويل شغال في الحانه دي، وبنشوفه هو بيقدم الطلبات للزبائن، لكن واحد منهم بيبقى عارفه وبيقول عليه مكافح لانه الصبح بيشتغل في توزيع الجرايد وبالليل في حانه. فبيقول له ويل انه مش واخد منحه دراسيه عشان يرتاح، هو لازم يشتغل عشان يعرف يصرف على نفسه. فالراجل بيساله ليه ما يقدمش في مهرجان السحر العظيم بصفه طالب في الاكاديميه الغاردين، ولسه ويل هيرد عليه بيلاقي جينا نازله فيه تهزيء عشان يكمل شغله ويبطل كلام مع الزباين، وبتقول له ان زميله الجديد بقى اشطر منه. زميله ده كان اسمه روستي اللي بيبقى زميل ويل في الاكاديميه وفي السكن وكمان في الحانه. بعد ما الليله بتخلص بيقف روستي يتكلم مع ويل عن شغله، وبيقول له انه لازم يشوف شغل بعائد كويس لحد امتى يفضل شغال في الحانه هنا بمقابل قليل. فبعرفه ويل ان كفايه معامله الاقزام ليه، وانهم دايما بينصحوه معتبرين واحد منهم. هو بالنسبه لهم مبسوط انه بيخدمه، ولسه بيكمل كلامه في معلقه بتقع منه على الارض. فعلى ما بيجيبها ويقوم بيلاقي ساحر داخل الحانه ونازل تريق على الاقزام. وهنا بنعرف من ويل ان في تفرقه عنصريه بين السحره والاقزام لانهم دايما حاسين ان الاقزام اقل منهم وما بيقدروش يدخلوا معاهم في معركه بسبب معاهده السلام. بس في المقابل السحره بينزلوا عليهم تريقه كل ما يقابلوه، وبنلاحظ قد ايه الاقزام اللي في الحانه متضايقين من السحره دول وعاوزين يقتلوه بس مش قادرين يقوم لحد ما الكلام والاهانه ما بيزيد. وساعتها ويل ما بيقدرش يستحمل كلامهم اكتر من كده وبيخلع هدوم الشغل وبيروح يطلب منهم يعتذروا عن اللي قالوه، لكن الساحر ما بيرضاش وبيقف يتحداه وكانه مستقل بقدرته. فبيقف ويل يدافع عن الاقزام ويقولوا انهم جايين من طينه غير طينتهم، لكن من غيرهم مش هيعرفوا ياكلوا ولا يشربوا لان هم اللي بيشتغلوا كل حاجه في البلد دي. فكل الناس اللي قاعدين بيتاثروا بكلام معاد الساحر ده اللي بيزق طبق الاكل في وش ويل، فبيهجم ويل على مساعدينه وبيضربه. فالساحر بيتعصب ويقوم يستخدم سحر قصاده وبيهجم عليه بشويه اسهم من التال لحد ما يثبته في الحيط، وبيقول له انه هيهينه قدام كل الناس عشان يعرف قيمته عامله ازاي. فبيوافق ويل وبيفك نفسه بسهوله وبيتحداه يدخلوا قصاد بعض في معركه، لو هو فاز فيها يعتذر للاقزام. ويا ترى بقى مين اللي فيهم هيفوز في التحدي، ويل عشان يرجع حق الاقزام ولا الساحر يوليوس اللي ما صدق ان ويل وقع تحت ايده؟ ده اللي هنعرفه مع بعض المره الجايه. لكن لحد هنا بيخلص الجزء الاول من مسلسلنا النهارده. اتمنى يكون عجبكم واستنوني في الجزء الثاني، وما تنساش تعمل لايك وتعمل سبسكرايب واشتراك في القناه عشان يجيلك كل